بنرحب بكل متابعينا على قناة كلمات، فأهلا وسهلا بكم. حلقة النهاردة عن المفكر والناقد والشاعر والصحفي والسياسي المصري عباس محمود العقاد. هو أحد أعلام الثقافة العربية والإسلامية. اتولد في مدينة أسوان في صعيد مصر سنة 1889 في أسرة متواضعة الحال، فكان والده بيعمل أمين للمخطوطات في أسوان. التحق عباس العقاد بمدرسة أسوان الأميرية، واللي حصل منها على الشهادة الابتدائية سنة 1903، لكن الظروف ما سمحتلهوش إنه يكمل دراسته، فالتحق بوظيفة حكومية في مدينة قنا سنة 1905، وتم نقله بعد سنتين إلى منطقة الزقازيق وعمل في قسم المالية في مدينة الشرقية. وعلى الرغم من إنه ما أكملش تعليمه، لكنه علم نفسه بنفسه من خلال القراءة، فكان العقاد صاحب ثقافة واسعة، بل هو موسوعة ثقافية بشرية. فليس هناك ما يقال عن شخصية بحجم العقاد، فلقد كان أديب ومفكر وفيلسوف وناقد، تمتع بموهبة وذكاء شديدين، وساعدته مثابرته العظيمة على التعلم الذاتي واكتساب المعرفة، حتى أصبح قوة فكرية ثقافية كبيرة. هذا بالإضافة إلى إتقانه للغة الإنجليزية، واللي ساعدته على اكتساب المعارف الغربية. وفي سنة 1907 اتوفى والده، فترك العقاد وظيفته وانتقل إلى القاهرة واستقر فيها. وفي نفس العام دخل العقاد عالم الصحافة، حيث انضم للعمل في جريدة الدستور اليومية، وتولى العقاد مسؤولية التحرير والتصحيح والترجمة. تنوعت الموضوعات كتبه عنها، فمنها ما كان حول الأدب والتاريخ والاجتماع، ومنها ما كان في مجال النقد واللغة والإسلاميات، ومنها ما كان في مجال السياسة. ولعل أكثرها شهرة سلسلة العبقريات، واللي تناول فيها حياة أشهر الشخصيات الإسلامية، وهي عبقرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبقرية الصديق، عبقرية عمر، عبقرية عثمان، عبقرية علي، عبقرية خالد، وعبقرية المسيح عليه السلام. عمل العقاد فترة بالسياسة بعد أن عمل بالصحافة، حيث انتخب عضو بمجلس النواب، وأصبح من أشهر المدافعين عن حقوق الشعب والتي ينص عليها الدستور. وعندما أراد الملك فؤاد إسقاط عبارتين من الدستور، تنص إحدهما أن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، والأخرى أن الأمة مصدر السلطات، ارتفع صوت العقاد بالرفض، الأمر الذي أدى إلى سجنه ما يقرب من 9 شهور بتهمة إهانة الذات الملكية، وده كان سنة 1933. وفي سنة 1956 تم تعيين العقاد في مجمع اللغة العربية في القاهرة، وحصل على جائزة الدولة التقديرية سنة 1960. اتوفى عباس محمود العقاد في مدينة القاهرة سنة 1964 عن عمر يناهز 74 عام، وتم نقل جثمانه من القاهرة إلى مسقط رأسه في أسوان في نفس يوم وفاته، ودفن في إحدى مقابرها. وتم إطلاق اسم العقاد على شارع في حي مدينة نصر تخليدا لذكراه. رحم الله عباس محمود العقاد. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.